قالوا ناس زمان الدنيا ديور وكل دار فيها أسرار، قلب فرحان وقلب مضرار، واحد خدام وواحد محتار، واحد بيت على الحرير والاخر بيت على النار، كترت الخيانة وكتر العار، يا لطيف من ناس ساكنين في قصر وشايفين غار، وناس عايشة في الغيران وحامد ربي على كل حال. الدنيا حكاية طويلة وما نقدرش نحكيها لكم في نهار. مساء الخير ومساء النور على متتبعين ومتتبعات قناة حكايتي لك. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بألف خير. ما تنسونيش باللايكات والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما جديد القصص. قصتنا اليوم هي قصة خاص كل بنت تصنت لها، وخاص البنات يكونوا قافزات وعيقات وفيقات، ما بقاش الريح اللي جاي يديهم. هاد القصة ديروها بعين الاعتبار، تصنتوا ليها وخذوها عبرة. نبداو قصتنا. واحد الصباح ديال الخميس في شاطئ عين الدياب جاو ليه واحد جوج ديال الصيادة ومالفين كيجيو ديما يصيدوا الحوت في الصباح. داك النهار بالضبط كان عندهم هداك الصباح مختلف. كيف حطوا رجليهم في البحر لقاو فيه جثة مرمية في الرملة، كانت ديال بنت وكان في عمرها تقريبا 24 عام. تقربوا منها لقاوها ميتة. هنا عيطوا على البوليس، جاو البوليس وجاو حتى ناس الشرطة العلمية، داروا المعاينة ديالهم، حاولوا يلقاو شي حاجة كتفيد في البحث، ولكن مع الأسف ما لقاو والو. خداو فقط البصمات ديالها باش يقدروا يتعرفوا على الهوية ديالها ويعرفوها شكون هي. والصدمة الكبرى لقاوها حاملة وما لقاو معاها حتى شي وثيقة اللي تحدد الهوية ديالها ولا شي صاك هزاه والو، ما هز معاها والو. المهم هزوا البنت مستودع الاموات وبقاو البوليس كيتسناو نتيجة البصمات ديالها. في هذاك النهار بالضبط مع ديك 6 العشية جات واحد المرأة للكوميسارية كتقول بان بنتها خرجت البارح من الدار، مشات للخدمة مع ديك 8 العشية ومازال ما رجعتش لدابا. قالوا ليها البوليس فاش خدامة بنتك؟ قالت ليهم راها خدامة في معمل ديال الخياطة وراها كتخدم في الليل وكتجي مع الصباح، كتجي مع ديك 7 الصباح، ولكن اليوم تسنيتها وما جاتش. سولوها البوليس على شحال في عمرها، قالت ليهم عندها ديك 24 عام، وجبدات ليهم تصويرتها وعطاتها ليهم. كيف شافوا البوليس صورتها عرفوها هي اللي نفسها لقاوها ميتة في البحر داك الصباح. هنا البوليس ما قالوا ليها والو، قالوا ليها يلا هي معنا مستودع الاموات، راه حنا لقينا واحد البنت ميتة هاد الصباح، يلا باش تعرفي عليها. فعلا مشاو دخلوا مستودع الاموات وجبدوا البنت، وكيف شافتها بدات كتغوت مسكينه، قالت لهم هي هادي بنتي. بقات كتغوت حتى صبروها البوليس وواساوها وهدنوها، قالوا ليها دابا اللي عطا الله عطاه، غير تعاوني معنا باش تاخدي حقك وحق بنتك اللي مشات ضحيه وقتلوها. قالت لهم واخا. ايوا سولوها قالوا ليها واش بنتك عندها شي اعداء ولا عندها شي مشكله مع شي حد؟ قالت لهم لا، عمرها ما كانوا عندها الاعداء ولا حتى مشكل مع شي واحد. قالوا ليها واش عندها شي صحابات؟ قالت لهم عندها صاحبتها وحده وسميتها رانيا وراها خدامه معاها في نفس المعمل. البوليس فعلا مشاو للمعمل كيسولوا على البنت المقتوله اللي كانت سميتها نجاة. عطاو الاسم للمدير، وهنا قال لهم هاد السيده ما عمرها ما خدمت معنا وحنا اصلا ما كنخدموش بالليل. هاد الهضره اللي قال المدير كانت صدمه قويه بالنسبه لامها خاصه. هنا البوليس قالوا ليها ورينا فين كتسكن هاد صاحبتها رانيا. داتهم لدارها، دقوا عليها، خرجت عندهم واحد اختها، قالوا ليها سلام حنا البوليس بغينا رانيا، كلماتها ليهم وخرجت لعندهم. قالوا ليها انت صاحبه نجاة؟ قالت لهم قالوا ليها يلا هي معنا نسولك شي اسئله عليها ورجعي. قبلات دخلت لبست عليها جلابتها ومشات معاهم. في الكوميساريه سولوها البوليس كيفاش تعرفت على نجاة. قالت لهم بصراحه انا خدامه في واحد البار ونجاة كانت كتجي ليه وتما فين تعرفت عليها ولات صاحبتي. قالوا لها امتى اخر مره شفتيها فيها؟ قالت لهم دابا يومين، هادي يومين ما شفتهاش. قالوا ليها البوليس
اي حاجه كتعلق بصاحبتك قوليها لينا ولو تكون بسيطه. رحنا لقينا صاحبتك نجاة مقتوله ومرميه جنب البحر. تصدمت السيده ملي سمعت القضيه فيها الموت. قالت لهم انا غادي نجيكم للصراحه. نجاة كانت كتعرف واحد السيد كيجي للبار، تعرفت عليه شي عام دابا وديما كتخرج معاه وحملات منه مؤخرا. قالوا ليها اشنو سميتو؟ عطاتهم سميتو وقالت لهم راه عنده قهوه، وعطاتهم سميت القهوه وسميت الحي اللي فيه. مشاو عنده البوليس للقهوه حتى وقفوا عليه. قالوا ليه السلام السلام. قالوا ليه معاك البوليس. قال لهم مرحبا. سولوه قالوا لي اشنو كتجيك نجاة؟ قال لهم كنعرفها في البار. قالوا لي واخر مره شفتيها؟ قال لهم دابا شي 2 سيمانات هادي ما بقيت مشيت للبار وما بقيتش شفتها. 2 سيمانات اللي قال لهم. وهنا البوليس داكشي اللي كانوا باغيين يوصلوا ليه، لانهم كانوا باغيين شي نقطه اللي يبداو منها شي انكار بحال هكا. قالوا ليه نعت الشيطان وانت يلاه كنتي معاها يومين هادي. قالوا ليه يلاه معنا الكوميساريه. عيطوا على البنت صاحبتها رانيا واجهوها معاه. هو كيقول لهم 2 سيمانات ما مشيت للبار، وهي كتقول ليه راك خرجتي انت وياها من البار يومين هادي. مني هو بقى متشبت بالراي ديالو بانه ما بقاش مشى للبار 2 سيمانات هادي. البوليس باش يقطعوا الشك باليقين مشاو للبار وخداو التسجيل ديال الكاميرا. بان ليهم فعلا السيد كان قبل يومين في البار، وبان ليهم خارج اخر مره هو والبنت نجاة المقتول. هنا البوليس قالوا لي الحقيقه ديالك بانت، علاش نكرتي علينا؟ قال لهم انا غير خفت ونكرت. هما يقولوا لي البوليس ومناش غادي تخاف، ما يمكنش تخاف وانت ما داير والو. هزوه مشاو معاه لدارو، قلبوا ليه الدار كامله ما لقاو حتى شي دليل، وقلبوا حتى الطوموبيل ديالو ما لقاو فيها والو. هنا البوليس احتفظوا بالسيد تحت تدابير الحراسه النظريه بعد ما استأذنوا نائب وكيل الملك، لانه ولا شخص مشتبه به حيتاش كذب عليهم ودخل الشك للبوليس، خاصه انه ما نكرش عليهم باللي كانت حامله منه وقالها ليهم، وقال لهم باللي كان باغي يتزوج بها. قالوا البوليس ربما يكون هو اللي قتلها، ولكن مع ذلك البوليس وسعوا دائره البحث وبداو كينشروا الصور ديالها في المدينه كامله. وهنا وقعت واحد المفاجاه. واحد مول الطاكسي جا عند البوليس وقال لهم راني شفت شي صور ديال واحد البنت انا اللي هزيتها في الطاكسي، وكانت مريضه وسخفانه، وكانوا معاها 2 ديال الناس، مرا كبيره وولد تقريبا في العمر ديالو 36 عام. قالوا ليه منين هزيتيهم؟ قال لهم من الحي ديال الفيلات. وقالوا ليه فين حطيتيهم؟ قال لهم حطيتهم حدا البحر. وزاد اكد البوليس بانه قال لهم راه السيده مريضه بزاف يندوها للسبيطار حسن. قالوا ليه لا راه ديما كيوقع ليها هكا وكندوها غير السيد حدا البحر وكتولي بخير. سولوه البوليس معاش هادشي؟ قال لهم مع ديك 11 ونص ديال الليل. قالوا ليه يلاه معنا ورينا الفيلا اللي هزيتيهم منها. فعلا مشى معاهم وراهم الفيلا. دقوا في الفيلا خرجت لهم واحد البنت. قالوا ليها السلام معكم البوليس، كلمي لينا مولاة الدار. خرجت عندهم السيده مولاة الدار قالوا ليها حنا البوليس. دخلاتهم ولكن هنا راها ما شافتش مول الطاكسي، بقى في طوموبيله البوليس. دخلوا معها الفيلا وبداو كيسولوها. قالوا ليها واش كتعيشي بوحدك هنايا في الفيلا؟ قالت لهم كنعيش غير انا والمساعده ديالي. قالوا واش ما مزوجاش؟ واش ما عندكش الولاد؟ وباش كتعيشي؟ قالت لهم انا راجلي مات دابا 5 سنين وخلى ليا شي بركه وخلى ليا واحد الدار كارياها. وهما يعيطوا على مول الطاكسي. قالوا لي ادخل. قالوا ليها واش كتعرفي هاد السيد؟ قالت لهم لا ما كنعرفوش، عمرني ما شفتو. وهو يقول لهم الطاكسي ياك انا اللي هزيتكم نهار كنتي مع واحد البنت وكانت كتبان عيانه وسخفانه وكان معاكم راجل، وبلي مرة قلت لكم دو البنت السبيطار قلتوا لي لا راه ديما كيوقع لها هكا وكندخلوها غير للسيد وكتولي لاباس. وهي تبدا تغوت عليه. قالت ليه اش هاد الباطل حطيتي عليا؟ الله ينجينا من هاد الباطل حطيتي عليا. وبدات كتغوت عليهم تما. وهنا واحد من البوليس مشى عند المساعده ديك الساعه وقال ليها واش هاد السيده خرجت ديك الليله عطاها النهار بالضبط؟ قالت لي كانوا عندها الضياف وجدت ليهم العشاء ديالهم وقالت لي سيري تنعسي حتى الصباح شويه وانا نسمع الغواس وخرجت من بيتي.
وقالت لي غير دخلي البيت كنعسي، راه غير هاد البنت مرضات وحنا غادي ندوها للسبيطار. وهنا جابوا المساعده وقفوها على السيده ولاد الفيلا وواجهوها معاها. عاودوا سولوا المساعده قدامها، قالت ليها خرجتي مع ديك 11 ونص ديال الليل وكان معك واحد السيد وديك البنت اللي قلتي لي مريضه وقلتي لي غادي ندوها للسبيطار. هنا البوليس قالوا ليها صافي يا لاله، غير اعترفي، كلشي شهد فيك، مول الطاكسي والمساعده كاع شهدوا فيك، ما بقى ما تخبي. وهي تبدا تبكي عليهم واعترفت ليهم، قالت ليهم خرجت ديك الليله وكان معايا هذاك السيد، هو اللي خرج عليا، الله ياخذ فيه الحق. وبدات كتبكي عليهم. قالوا ليها البوليس تهدني وعاودي لينا كيفاش خرج عليك هاد السيد. قالت ليهم هاد السيد كيحمل البنات، اللي هو نيت السيد اللي حمل نجاة. قالت ليهم كيحمل البنات وكيجيبهم ليا انا اللي كنطيح ليهم بنادم. قالوا ليها شحال من بنت جاب ليك؟ قالت ليهم جاب لي شي 4، وهذه هي الخامسه اللي ماتت. قالوا ليها عاودي لينا كيفاش ماتت. بدات كتعاود ليهم، قالت لهم انا درت ليها البنج كيف ما موالفه ندير البنج البنات، عاد كنطيح ليهم بنادم، ولكن درت ليها البنج واحد شويه السيده غيبات، بقيت كنفيق فيها، عرفتها باللي ماتت وعيطت عليه، دخل عندي للبيت وهزيناها وعيطنا على الطاكسي وديناها لحناها في جنب البحر. وزادت اكدت البوليس، قالت لهم حنا كنا باغي نلوحوها في البحر باش يديها للبحر، ولكن لحناها غير في الرمله وهربنا حيت شفنا واحد الضوء جاي في الاتجاه ديالنا وحنا نخلوها وخرجنا. وهنا البوليس باش ياكدوا داوها وواجهوها مع السيد اللي جاب ليها نجاة. قالوا ليها واش هذا هو؟ قالت لهم هو هذا. ديك الساعه ما بقاش عنده مجال ينكر، اعترف حتى هو نفس الشيء اللي قالت عليه السيده. هما يقولوا ليها وشكون اللي كيجيب لك البنج؟ قالت لهم واحد السيده في السبيطار في رمليه، عطاتهم سميتها ومشاو للسبيطار جابوها، حتى هي اعترفت ليهم باللي كتبيع ليها البنج. والبوليس هنا جمعوها 3 الناس، السيده اللي بنجت وقتلات مشات بتهمه القتل غير العمد بتهمه الاجهاض اللي كيجرم القانون، والسيد مشى بالمشاركه في العمل الجرمي وتحكموا بجوجهم ب20 عام، والفرمليه تحكمت ب5 سنين. وهنا وصلنا نهايه لهاد القصه الحزينه. الله يرحم المرحومه نجاة ويسكنها فسيح جناته، الروح عزيزه عند الله. هاد القصه خاصها تكون عبره للبنات اللي كيثيقوا بزاف، يردوا بالهم، بارطاجيو هاد القصه باش تكون عبره. وشكرا.